النهاردة هنستخدم كسرول من مجموعة الماسترو في تابروير. زي ما انتوا شايفين قطعة مميزة. الحجم بتاعها مميز ان انا بقدر استخدمها في اكتر من حاجة واكتر من استخدام. احنا بيطلق طبعا على الستانلس عندنا ووترلس، يعني تقدري تطبخي فيه بدون مية او باقل كمية مية. بس طبعا النهاردة احنا هنعمل كشري. وهنستخدم الكشري ان احنا هنعمل الكشري كله بحلة واحدة، مش هستخدم اكتر من قطعة. طبعا بما اني بعمل رز فلازم اضيف مية لان الرز مش بينزل سوائل، ولكن لما بعمل خضار او لحمة او فراخ مش محتاجة ان انا اضيف مية. طيب انا هنا حمرت البصل، وبعد ما حمرت البصل وشلت البصل استخدمت نفس الزيت اللي حمرت فيه البصل. ضفت عليه كوباية عدس، وهضيف عليه كوباية رز وكوباية مكرونة، التلاتة بنفس مقدار الكوب اللي انا بستخدمه. طبعا بضيفهم كلهم على بعض واقلب كويس، وهضيف عليهم البهارات اللي هو الكمون والملح، وممكن تضيفي بودرة ثوم بودرة بصل. وهضيف طبعا كمية المية تقريبا بحدود من 3 ل4 كوبايات على حسب نوعية الحاجات اللي انت مستخدماها. وهغطي المقدار بتاع ده كله، هسيبه على نار هادية جدا الى ان تشوفي انه بدأ يتفلفل الرز معاكي. طبعا هنا هتلاحظي انه الرز مش هيلزق عندك في الستانلس، وممكن حتى لو لقيتيه ما استواش قوي لسه فاضله شوية تقدري تقفلي عليه وتسيبيه متغطي. هو هيكمل سوا على حرارة القاعدة، لانه زي ما احنا بنقول انه القاعدة بتاعتنا دي خزان حراري، فهي بتساعدني انها تكمل سوا حتى بعد ما اقفل النار. يعني انا مش محتاجة استنى لغاية ما الرز يستوي بعدين اقفل، لا انا ممكن قبل ما يستوي بشوية اقفل وكمل سوا على حرارة القاعدة. زي ما انتوا شايفين ازاي طالع معايا الكشري مفلفل. ريحته مش عايزة اقول لكم تحفة. زي ما انتوا شايفينه بالطريقة دي هتقدري بقى تقدميه في الطبق بتاعك وتزينيه بالبصل اللي انتي حمرتيه. زي ما انتوا شايفين مش لازق معايا خالص في الحلة بتاعتي، وطالع بشكل بصراحة رائع، وطعمه كمان احلى واحلى. ما تتردديش انك تحصلي على القطعة الستانلس من تابروير. بجد يعني انت هتاخدي منتج اللي احنا بنقول عليه فوريفر، حاجة ليها ضمانها مدى الحياة. هتشتري القطعة مرة واحدة هتفضل معاكي سنين.